اهم حدث في العالم افتتاح المتحف المصري. بلدنا عملت اللي عليها وجابت العالم كله لحد عندنا. دورنا احنا ايه بقى؟ يعني مثلا المواصلات ما تغليش عليهم الاجره، تساعدهم ما تسوحوش، جدعنه المصريين بقى تظهر. ويلكم تو ايجيبت. نخلي الضيف اللي يجي لك مره يجي لك 1000 مره، ولو مش عارف تتعامل معاهم عشان اللغه شات جي بي تي وجوجل ترانسليت ما خلاش. Where is the Gratization Museum? دي بقى حتتي الاكل. بطه ده بطه بتاعنا ما فيهوش كلام. لازم طبعا نعرفهم ونوريهم ثقافه اكلنا الجامد الحرش اللي ملوش زي. عندك ما تتاكلش كده كفته يعني طحينه. واهم حاجه اختيار المكان المناسب. حضرموت شيخ المندي قاعده اوت دور وقاعده ان دور بكراسي وقاعده عربي، وده فرعهم في المعادي واقرب حاجه للمتحف. الجامد بقى ان هو عنده ستاف جاهز يتعامل مع الاجانب. ريدي فور يور اوردر. دي السناكس عندنا ممبار. What number? اقول لها ايه دي؟ كلي وخلاص. الحمد لله ممبار عجبهم اهو. لايك كفته بس اكسترا فاتس. جامده خطيره. What is it? مندي. دي بقى يا باشا شوربه حمام، هي متغرقه حمام. لا دي خطيره دي. الصينيه دي بالنسبه لي حبيتها، كل حاجه موجوده. أكاد من فرط الجمال أذوب. زي ما انتوا ودن القطه كده. ملوخيتنا في حته تانية. وطبعا مفيش استغلال في الاسعار، هو نفس السعر، خصم 50%. يعني الصينيه دي مثلا ارض الملوك ب 3000 جنيه. 3000 ايجيبشن باوند افتر 50% ديسكاونت. دي الفرعون العشر، فراخ مندي، كفته، ممبار، وتحتيها طبعا الرز مع السلطات وطاجن الفريك بالحمام ده. هفضل اقولها، اي حاجه مندي في شيخ المندي خطيره. الطاجن ده بقى شكله تحفه. ناخد بقى الحماميه كده اللي جوه طاجن الفريك، افتحها، حجم حلو، تتبيله رز متبهر خطير، حمام جامد. واحد شاي 50. عايزكم تعملوا شير للفيديو ده وتصوروا فيديوهات كتير قوي لمصر، وروا العالم كله ان زي ما في انجاز كبير اتعمل اهو، هتيجوا وهتتبسطوا وهتلاقوا شعب بيرحب باي حد. زي ما بنشوف فيديو سلبي مع الاجانب والسياح، في فيديوهات كتير قوي تبين جدعنه المصريين وحلاوتهم. الدنيا مش من فراغ والله العظيم. تعالوا انتوا بس اتفسحوا واتبسطوا وكلوا، مش هتشوفوا زيها. وهفضل اقول كل فيديو مش هقرا حاجه بتطعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.